الأسرة اللي بتشغّل ابنها ما بتبقاش بتعملها عن رضا، لكن اكتشفنا فعلًا إن هي بتبقى مضطرة للحالة الاقتصادية وسبب اقتصادي بحت. ساعات بيبقى فيها ثقافة ونوع من الثقافة، إن هي حتى لو الأسرة عندها دخل بتحب يبقى في دخل زيادة، ودي الحمد لله إنها قليلة. بالجهود اللي إحنا بنحاول نوحّد كل المنظمات الدولية في الإعانات وفي المنح والحاجات اللي بتيجي لنا، إن إحنا نمسك الأسرة متكاملة، مش الأم بس، مش الأب بس، مش الطفل بس، الأسرة متكاملة، هنقدر بإذن الله نقضي على هذه الظاهرة الخطيرة. إحنا عندنا 27 مديرية على كافة المحافظات، والمحافظات فيها أكتر من 370 مكتب عمل، بينزلوا يفتشوا على المنشآت كل محافظة وكل مكتب على مستوى المحافظة بتاعته. لسه الظاهرة موجودة، أيوه موجودة، لسه في قصور، أيوه في قصور، نعترف إن إحنا عندنا نوع من المرض عشان نقدر نعالجه. عندنا قصور، عايزين نبذل أكثر من الجهود، جهود كتيرة، إن شاء الله بإذن الله في طريقنا إلى الآن. هو في تعديل جاي في مشروع قانون العمل اللي أنا باعمله عن طريق الحوار المجتمعي، أنا مشددة على عقوبة الأعمال اللي بتأثر على أخلاق الطفل كمان، زي ما زميلنا هنا بيقول إن هو الأعمال اللي في البيوت اللي بتعملها في الأفلام في ساعات إحنا بنركز على الأعمال اللي بتأثر على صحة الطفل. أنا مأكدة في قانون المشروع قانون العمل الجديد مش صحته بس، صحته أخلاقه. بشكر الإعلام اللي متواجد، لأن هذه القضية مش هنكسبها غير بوعي كبير نشكله معا في المجتمع لمحاربة عمالة الأطفال. دي مش ظاهرة مصر بس هي اللي بتعاني منها، كل دول العالم الثالث، كل الدول اللي فيها نسب عالية من الفقر والأمية بتلجأ فيها الأسر إلى تشغيل أولادها عن كره مش عن حب، ولكن مضطرين لأن دخل الأسرة لا يكفيها. وكل الدول اللي فيها تسرب من التعليم الأولاد بيضطروا يشتغلوا. مهم إن احنا نجفف المنابع اللي بتؤدي إلى عمالة الأطفال، إن احنا نحارب معا عمالة الأطفال ونشكل وعي جمعي رافض لهذه الظاهرة. نشتغل كلنا مع بعض، بتتكامل جهودنا. احنا في الوزارة سعداء بعمل وزارة العمل، واحنا وراها وبنساندها وبنحييها وبنشكرها على هذا الجهد المهم جدا اللي بيتكامل مع برنامج بنطلقه اسمه تكافل. وهذا البرنامج هيتيح مساعدات للأسر التي تحتفظ بأولادها في المدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80%، فهو دعم نقدي مشروط هنطلقه في خلال أسابيع، علشان الأسرة لابد أن تحتفظ بالأولاد بنسبة حضور لا تقل عن 80%، وأن الأولاد ينجحوا كل سنة، فالأم تاخد دعم شهري مشروط بحرصها على تعليم أولادها وحرصها على صحة أولادها وحمايتهم وتطعيمهم وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية ليهم. فأنا بشكركم جميعا وبأحييكم ونساندكم ونتعهد بالعمل معا كل أفراد هذه الحكومة لتحقيق الحماية الاجتماعية التي تستحقها مصر واللي يستحقها كل الفئات الأولى بالرعاية في هذا الوقت. هذه الاحتفالية تهدف إلى توعية المجتمع بمخاطر عمل الأطفال، وهي بعنوان كرت أحمر في مواجهة عمل الأطفال، ويتم تنفيذها أو إقامتها بالتعاون ما بين وزارة القوى العاملة، منظمة العمل الدولية، وزارة التضامن الاجتماعي، منظمات المجتمع المدني. فهنالك العديد من الأطراف تسهم في هذه الاحتفالية اليوم، والغرض منها إرسال رسالة إلى المجتمع بأنه آن الأوان لأن يكون هنالك جهدا جادا لمكافحة عمل الأطفال. وتأتي هي ضمن أيضا برنامج تعمل عليه الحكومة المصرية بالتعاون مع منظمة العمل الدولي لمكافحة هذه الظاهرة. وزارة القوى العاملة بالتعاون مع أكثر من 15 وزارة ومنظمة العمل الدولية بصدد الانتهاء من إعداد خطة وطنية لمكافحة عمل الأطفال. وبالتأكيد أنه الجهد التوعوي يجب أن يتواكب مع هذه الخطة ويكون سندا لها. المفروض الأطفال بالنسبة لنا دول من عزبة خير الله، وفي مجموعة من ترى ومجموعة من المرج. شايف ان لجوءهم للعمل ليه؟ هو صراحة ممكن تكون ظروف الحياة بالنسبة لهم كمناطق عشوائية موجودة في مصر، ظروف العمل ظروف الحياة بالنسبة لهم بالنسبة لأهاليهم بتضطرهم إن هم يعملوا. فاحنا بالنسبة لنا كحاجة في التنمية بنحاول بقدر الإمكان إن احنا نخرجهم من الجو ده. هو القضاء على عمالة الأطفال بيبقى صعب إلى حد ما، بس احنا بنحاول بطرق تانية، بطرق ترفيهية وطرق تثقيفية للأطفال نفسهم وأصحاب الورش اللي هم شغالين فيها، نحاول نوعيهم بمخاطر عمالة الأطفال وإيه المشاكل اللي ممكن تحصل لهم من الموضوع ده،
وعن طريق انشطه زي كده بنحاول نساعد الاطفال نفسها ان هم يخرجوا من مود جو الشغل، ويشوفوا يقدروا يحققوا مع احلامهم ازاي عن طريق انشطه فنيه وانشطه رياضيه زي ما حضراتكم هتشوفوا النهارده ان شاء الله. طب انت شايف ايه الخطوره اللي تقع عليه كطفل بيعمل في سن صغير؟ هو اول حاجه عشان يشتغل طبعا بيتسرب من التعليم، فدي اكبر مشكله بالنسبه لهم بصوره اساسيه، بتسربهم من التعليم بالاضافه لاصابات هم مش فاهمين اي حاجه كشغل وكده، مش فاهمين المخاطر اللي ممكن تحصل لهم المهنه، اصابات العمل نفسها. الخطوره الاكبر كمان على صاحب العمل، هو راجل مهما كان بيستثمر في فلوسه، فتخيل حضرتك طفل عامل مش فاهم ايه المكنه اللي هو واقف عليها او ايه المعده اللي هو واقف عليها، بيتصاب، بيحمل صاحب الاعمال اعباء اضافيه، هو طبعا متحمل علاجه قدام اهله وقدام منطقه، حضرتك عارف المناطق الشعبيه هو المسؤول عن الطفل ده، فمهما كان احنا بنحاول نوعيه، انت في كلا الحالات انت الطفل مضرور وانت مضرور، فهي دي الصوره احنا بنحاول نوصلها لهم يعني. انت عندك كم طفل بيشتغلوا في الموضوع؟ لا عندي كتير، عندي اكتر من 75 طفل. 75 طفل كلهم معنيين بامر عماله الاطفال؟ كلهم معنيين بامر عماله الاطفال. بتجمعوهم منين؟ بنجمعهم من المجتمع حوالينا، من المدارس، طبعا في اطفال بتشتغل وبتروح المدرسه، من الورش، من الشارع، الاطفال اللي اغلبيته وقتها بتقضيه في الشارع. والاعمار في سن كام لكام؟ الاعمار يعني من 12 سنه او 10 سنين لحد بقى وانت طالع لحد 17 سنه. جايين النهارده ايه، تكرموهم ولا جايين توعوهم لخطوره عمل الاطفال؟ هيبقوا الاثنين ان شاء الله، تكريم ليهم ونوعيهم بخطوره الاطفال ان شاء الله. اتعرف بيك؟ حسام حسين. قول لي يا حسام، انت بتشتغل ايه؟ انا شغال جزمجي. بقالك كام سنه؟ بقالي اكتر من 6 سنين. وسبت الدراسه؟ لسه فيها. مستمر في الدراسه ان شاء الله. الظروف هي اللي خلتك تشتغل ولا انت حابب انك تشتغل دلوقتي؟ انا حابب بقى المدرسه والشغل. شايف ان ده هيكون حاجه كويسه بالنسبه لك؟ ان شاء الله. ان شاء الله. اتعرف بيك؟ مصطفى سعيد. قول لي يا مصطفى، انت عندك كام سنه؟ لا 16. 16. بقالك قد ايه بتشتغل؟ بقالي انا دلوقتي في اولى ثانوي، يعني من رابعه ابتدائي. اشتغلت عشان اساعد نفسي واكون نفسي. شايف ان ده شيء كويس؟ هو بصراحه اعمل ايه، ما هو اللي قصادي. بتساعد اهلك. الحد من الظاهرة هيبقى يعني صعب، لكن صعب انك تقضي على الظاهرة بشكل تام، لكن نقدر نحد منها برعاية هؤلاء الأطفال، بنشوف ظروفهم ايه، بان احنا نديهم حقوقهم في الطفولة اصلا زي الطفولة الطبيعية العادية. دي بالطريقة دي نقدر نحد، بالتعامل مع أهاليهم، بمتابعة أهاليهم، التثقيف، متابعة أصحاب العمل اللي ساعات بيكونوا سبب رئيسي في أذية هؤلاء الأطفال بشكل أو بآخر، ظروف العمل، مناخ العمل، يعني كل ده مهم جدا إن احنا نحد من الظاهرة أو على الأقل نسيطر عليها بحيث إنها ما تتفاقمش وما تتفاقمش في الاتجاه السلبي. هل شايفة إن الفقر هو أول عامل من عوامل عمالة الأطفال؟ الفقر طبعا عامل كبير جدا، لان زي ما بقول لك صعب القضاء على الظاهره، لان الاطفال دول بيعولوا اسرهم، الاب اما غائب او مش موجود او ساب الام واتجوز عليها، او الام نفسها يعني ما تقدرش، يعني ما عندهاش من الثقافه ما يسمح لها انها تدير اسره، الام مش موجوده، توفت لاي سبب من الاسباب، فالاطفال هم اللي بيعولوا نفسهم والاسر بتاعتهم. فاذا كان ده لابد انه يحصل يعني، وده شيء يزعلنا، الا انه لازم على الأقل نهيئ لهم الظروف اللي يكون المناخ في مناخ العمل مناسب لسنهم الطفولة حتى لا تهدر طفولتهم. ولأن عمل الأطفال يمثل خطورة على صحتهم وعلى أمنهم وسلامتهم الشخصية، لذا كان لابد من إلقاء الضوء على هذه القضية وإيجاد الحلول المناسبة لها. إيمان طلعت لبرنامج نور الشمس.